وما زال ينخفض الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ليصل إلى 47 جنيه و28 البنك المركزي المصري. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناتكم اللي بنغطي فيها كل جديد لحظة بلحظة في الاقتصاد المصري والعالمي. النهاردة هنتكلم عن أسعار الدولار ببداية تعاملات الأسبوع، واللي حصل فيه تغييرات بسيطة لكن مهمة جدا، خصوصا بعد التحركات الأخيرة في السوق. نبدأ الأسعار كالآتي: سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 47 جنيه 81 قرش للشراء، 47 جنيه 95 قرش للبيع. أما في البنك الأهلي خاصة سعر الدولار 47 جنيه 84 قرش للشراء، 47 جنيه 94 قرش للبيع. في بنك مصر نفس الأرقام تقريبا وصل حوالي 47 جنيه 84 قرش للشراء، 147 جنيه 94 قرش. في بنك القاهرة السعر كام؟ 47 جنيه 51 قرش للشراء، 47 جنيه 62 قرش للبيع. أما الدولار في بنك السعودي بيسجل 47 جنيه 84 قرش للشراء، 47 جنيه 94 قرش للبيع. يعني نقول إن الأسعار لسه مستقرة بشكل نسبي، لكن السوق مترقب أي تحركات جديدة من الجهة الأمريكية. كده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. أتمنى من حضرتك تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة عشان يوصل لكم كل جديد.